صباح الخير. الحماس مليون. اخدنا الاجازه، يبقى مسافرين فين؟ مسافرين على مصر. يلا بينا نسافر على مصر ونجهز بشرتنا باسرع طريقه. الخطوه هعملها هي اني هعمل شيفنج علشان الجلد والبشره يبقوا سموث كده تحت الميك اب. فدي الجل الصباره على البشره. ممكن تحطي اي سيرم عندك، ملمسه زيتي، اي زيت خفيف على البشره، عندك زيت اطفال، اي حاجه خفيفه على البشره، بس ان هي تخلي البشره تتزحلق وانت بتعملي الشيفنج. الشفره مخيها قوي بالكحول قبل ما تستخدميها وسيبيه يطير وبعد كده استخدميها. بس شد الجلد شده خفيفه كده وانزلي نزول في اتجاه نمو الشعر. متطلعيش بس عند منطقه تحت العين دي، من اول العظمه هنا كده وابتدي انزلي يعني هنا كده على جلد المناخير علشان اشيل بيه لو في قشور زياده او حاجه، بس بالراحه علشان ما تتعوريش. بعد ما بخلص بشطف بشرتي وبشطف معايا الشفره تحت الميه. نشف بشرتي بمنديل، اخش على الشفره تاني كحول. استخدم الماسك ده من نيتروجينا وحلو، بيشيل اي دهون في البشره. هنقعد بالمنظر العفاريتي ده بقى لحد ما ينشف خالص، وبعد كده نفركه واغسل بشرتي. هرش التونر ده من ماري باديسكو، بيهدي البشره، بعتبره كانه ميه ورد كده وبيبقى حلو قوي قبل الميك اب. وهستخدم السيرم ده اللي هو من بيوتيستال تحت العيون. هو ميزته ان هو بيزود من ترطيب تحت العين، يعني بيزود من فعاليه الكريم اللي انت بتحطيه، ان هو بيسيب ملمس ستيكي كده وبيرطب. السيرم ده برده حلو قوي، بيعمل نضاره للبشره جميله. بس اهم حاجه تحطي معاه صن بلوك. هو مع اي روتين صراحه لازم الصن بلوك. ترطيب الشفايف استخدمت المرطب ده من ريل بيوتي، هو ليب اويل بس فيه تنت لون. عايزه اقول لكم ان البراند دي مظلومه، فيها شويه حاجات والله العظيم حلوه جدا. من كيلز لتحت العيون عشان ايه تبقى مترطبه حلو. بونز اللي كلمتكم عنه اكتر من مره، الكريم ده جميل، واحلى حاجه كمان فيه اس بي اف 30. بحطه تحت اي ميك اب علشان ببقى ضامنه ان هو مش هيفرول معايا. كده انا خلصت والبشره اهي بقت جاهزه للميك اب. اروح بقى ايه بسرعه افطر ونرجع نعمل ميك اب سوا. يلا بينا نبتدي نعمل ميك اب. تعالوا نثبت الحواجب، بس امسحوها من اي كريم مرطب عليها عشان المثبت يعمل مفعول. همسح اي زياده كده عشان ما تكتلش مع الفاونديشن. كنت جايبه ده من ريفوليوشن اللي هو اسمه برايت لايت. ده الدرجه اللي انا جبتها لاستر ميديوم لايت. تعالوا بقى نجرب كده. هوصلها بسرعه كده بفرشه. احط كونسيلر من لوريال، هو غامق بالسرعه. ده ابشع ميك اب ممكن تعملوه حقيقي. حطيت من كاتريس الدرجه بتاعت 20 دي لايت بيج عشان بس اخد تنوير هنا كده. وهثبت تحت عينيا بالكومباكت باودر دي من هدى بيوتي، هثبت بيها الوش كله. استخدم الباليت دي برضو كنت شارياها من ستاند ريفوليوشن في سنتر بوينت، عامل تخفيضات واصله ل50%. استخدم البرونزر ده من ويت ان وايلد ودرجته خفيفه قوي. اروح ماسكه فرشه البلاشر تاني ادمجهم قوي في بعض. استخدم العلبه دي من ريفوليوشن، دي الوانها هي لسه جديده. تعالوا نجربها سوا. خد الدرجه الفاتحه دي كده مع دي ومشيها على كل الجفن، وهاخد اللون ده مع النتفه من اللون ده وهركزهم هنا كده. حطيت ماسكارا من ميدلين، ودلوقتي هحدد شفايفي بالقلم ده بتاع ريل بيوتي. وده كده اللوك النهائي بعد ما لبست. كان نفسي اعمل لكم الفيديو بقى نلبس سوا مش عارفه ايه، بس بصراحه ما لحقتش، حسيت ان التصوير هياخد وقت طويل.